انا مستغرباك. ليه؟ يعني الاول كنت قالب دماغي كل شويه عايز تطمن وتعرف هنعمل ايه دلوقتي، وما جت اللحظه قعدت على الكرسي وما اتركنت على الرف. مين قال كده؟ انا اللي بقول لك كده. لا دي اوهام. والله. طب شوف بقى، انا مش ناوي اخسر، ولو هخسر مش هخسر لوحدي. وايه لزومه الكلام ده دلوقتي؟ انا بقول لك الكلام ده عشان اتغيرت بسرعه قوي. يا سيدي كنت اسيب يوم ولا يومين، مش في يوم وليله كده بسرعه تتغير. انت اطمنتي على فهد؟ طب انا كلمته اطمنت عليه وبلغته ان انت بتطمني عليه وانك زعلانه جدا وتعبانه لانه سافر وسابك. وقلت له كمان ان انت ما رضيتيش تتصلي بيه علشان ما يحسش ان انت بتقربي منه لانه طلب منك الجواز. بجد؟ وانا بلعب. طب ما تفهمني، خليني معاك على الخط. ما ينفعش نبقى سوا وانت في سكه وانا في سكه. الشركه دي كلها بعد فهد ما يموت. ايه قلت حاجه غلط؟ لا انا بحاول اركز. الشركه دي بعد فهد ما يموت ملهاش وريث. لازم يبقى ليها وريث. معاك حق. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ اولا لازم اضمن حقي. مش فاهم. ما هو مش معقول افهمك على الطريقه اللي هنعمل بيها كل ده من غير ما اضمن حقي الاول. ازاي اديك الصندوق والمفتاح وبعدين امديلك ايدي؟ ده انت بتخوني بقى. طبعا بخونك. طب ما ترسيني على الليله. 2 مليار. ايه؟ ثروة فهد 2 مليار جنيه؟ يعني لو عشت مليون سنة مش هتصرفيهم. الفلوس السائلة اللي في البنوك حوالي 560 مليون، وباقي الفلوس في مشروعات تبع الشركة. بس اللي انا اعرفه ان المشروعات دي معاه شركاء فيها. بالظبط. طب هنعمل ايه؟ انت ايه رأيك؟ انا رايي ان كفايه قوي كده. الراجل عاش بزياده وحرام يعيش اكتر من كده في الدنيا. طالما انت شايفة كده خلاص، بس الموضوع ده محتاج ترتيبات وانا عندي الترتيب. تمام. لا الواد عماد مش حلو من هنا. ليه بس يا خالتي؟ خد الفلوس وطار. لا يا خالتي عماد ما يعملش كده. لا يا اختي اهو خلع بيها. انت هتقييني ليه؟ انا هعرف فين مقر الشركه واخدك بنفسي عشان تشوفيها وتطمني. ايوه اعملي كده الله يسترك، احسن كل ما احط راسي على المخده افتكر الفلوس عقلي يشيط. ليه بس كده؟ ايه ده؟ مين اللي جاي دلوقتي؟ سماح، ازيك يا سماح؟ ازيك يا نظري؟ انت مين اللي سمح لك تطلع؟ كل سنة وانت طيبة يا نونة. ليه؟ النهارده رمضان ولا العيد ولا موسم؟ طب فكري كده، يوه مش عايز افكر. النهارده عيد ميلادك يا ولية. عيد ميلاد مين؟ يا نادية، كل سنة وانت نادية وطيبة عقبال 100 سنة. يا اخويا انا عمري ما احتفلت بعيد ميلادي ولا حد فكرني بيه. أنا بقى غير أي حد في الدنيا. ايه رأيك يا سماح في التورتاية دي؟ الله ذوقك حلو قوي يا عم ابو ضيف. طيب استاذن انا. هتسيبيني فين؟ لا تتركيني مع هذا الذئب. ذئب ايه يا نونه؟ ده حم وديع. يا بنت استني، يا بنت كلام الناس، يا دي النيلة. أنا يا نونة كنت عاوز أطلب منك طلب. طلباتك كترت قوي يا ابو ضيف. لو فيها غتاتة يعني ممكن نخرج؟ يا ست هنشمها وهنتكلم كلمتين مع بعض، وبعدين انت نسيت الموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده. لما الواد يخرج من السجن. هيخرج يا ستي، عماد قال انه هيخرج، الجلسه قربت، وبعدين ايه اللي يخلينا نستنى يعني؟ الله الناس تاكل وش. مين يقدر يعمل معاكي كده وانا كنت قرقشته بسناني؟
اوعى تعمل كده. للدرجه دي خايفه على اسناني يا نونه؟ لا، خايف على الطقم يا ابو ضيف. ومين اللي قال لك على المكان هنا يا حاج؟ ما فهماش. يا حاج انا سؤال عادي، مين اللي دلك يعني؟ مين اللي وجهك؟ مين اللي قال لك تيجي؟ اللي دلني واحد من عندنا من البلد، ولد حلال، هو اللي دلني على المكان هنا. واحد من البلد. طب والله يا حاج المصحة مليانة، مفيش مكان فاضي خالص. كيف ده؟ انا اعمل ايه؟ هسيبها تموت؟ اوديها فين؟ طب ممكن اشوف لك مصحة تانية جايز تلاقي فيها مكان. لا يا ولدي، انا عايزاها هنا. هما قالوا لي ان المكان هنا امان. انا ما عايزاش حد ينظرها. لو حد عرف انها هنا هيقتلوها يا ولدي. هي بتتعاطى من امتى يا حاج؟ على حسب كلامها كده يا ولدي سنة. تقرب لك ايه؟ بنتي. تعرفي تكتبي يا حاجة؟ ايوه، امال ايه؟ طب ممكن تمضي على الاستمارة دي؟ ماشي. انت عارف الفلوس كام ولا لا؟ لا يا ولدي، كام؟ 30,000 جنيه. وماله؟ انا كل اللي يهمني مصلحتها وسلامتها. وسلامتها بقى لازم تبقى ان محدش يعرف مكانها هنا واصل. لا اطمني يا حاج، من ناحيتي اطمني خالص. اتفضلي يا حاج. ماشي. ابعتي لي سعيد. خد يا ولدي. تمام. سعيد. يا دكتور. خد كريمه سكنها يا سعيد بعد اذنك. اتفضل يا فندم. ايه ده يا حاج؟ الفلوسات يا ولدي. لا يا حاج، الفلوس دي في الخزنه. ماشي يا ولدي. لو سمحتي عايزه اقابل فهد بيه. والله هو مش موجود دلوقتي، مسافر. مسافر؟ طب هيرجع امتى؟ مش عارفه والله، بس هو ممكن يطول ومحددش ميعاد هيرجع امتى. طب مين مسؤول عن الشركه هنا في غياب؟ استاذ غريب. طب ممكن اقابله؟ ثانيه واحده، هبلغه وارد عليكي، بس اقول له مين؟ كارمن شوقي. ثانيه واحده. في واحدة بره عايزة تقابلك، اسمها كارمن. خليها تدخل. ايه ده؟ ايه مهمة قوي للدرجة دي؟ جدا. ليه تبقى مين يعني؟ ابوها ليه اسهم كتير جدا في اهم مشروع في الشركه. لا كده تبقى مهمة قوي. هدخلها لك حالا. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. أهلاً بيك. شرفتينا، اتفضلي. تشربي ايه يا فندم؟ لا ولا حاجة. أنا في الحقيقة كنت عايز أتكلم مع فهد بيه في موضوع كده. هو للاسف مسافر. عشان كده. أصل أنا بكلمه دايما بلاقي تليفونه مقفول. هو فعلا ما فيش معاه غير رقم واحد بس، وانا بس اللي بتصل بيه، لان هو طلب مني ان انا اتابع الشركه وابلغه اول باول. طب معلش استاذنك في الرقم ده من فضلك. طب ثانيه واحده.